جماعة عين جوهرة بتفلت انتخاب برلمان المدرسة لتعريف التلاميذ بالعملية الانتخابية. جماعة عين جوهرة تابعة لتفلت نظم منتدى الطفولة بشراكة مع نادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان عملية انتخاب برلمان المدرسة. العملية تهدف إلى إشراك ممثلي التلاميذ في السير العام للمؤسسة والمشاركة في الحياة السياسية. ريبورتاج عماد أمسمير وعبد الفتاح الزوين. قبل أسبوع انطلقت العملية الانتخابية من قبل المرشحين، اتسمت بالنزاهة واحترام الآخر. كل مرشح تلميذ قدم برنامجه وزينت المدرسة بالدعاية الانتخابية. الأمر يتعلق هنا بانتخابات المجالس التربوية لمجموعة مدارس معاوية بجماعة عين جوهرة بتيفلت. يتعرفوا التلاميذ على الطريقة ديال الانتخاب والترشيح والتصويت في هذا المجال هذايا اللي هما غادي يستافدوا منه في المستقبل وعندهم حتى في الدروس لهم. عقب ذلك انطلقت العملية الانتخابية في المدرسة حسب قوانين الانتخابات المبنية على السرية التامة وحرية الرأي لاختيار المرشحين من أجل خدمة المدرسة وطاقمها التدريسي والمشاركة في الحياة المدرسية من خلال تنظيم الأنشطة التربوية الهادفة. إلى نجحت في الانتخابات غادي نساهم في تنظيف المؤسسة وغادي نساهم في أنشطة تربوية. إلى نجحت في الانتخابات غادي نساهم في أنشطة تربوية ونعاون الفقراء والمعاقين وتنظيف المدرسة. العملية تهدف إلى غرس روح المحبة والانتماء بين التلاميذ، بالإضافة إلى تشجيع روح التنافس الشريف لتنمية الثقافة السياسية لديهم.